نظرية وايكوف هي واحدة من أهم المدارس الموجودة في التحليل الفني لمؤسسة ريتشارد وايكوف. وايكوف ببساطة جدا قسم السوق لأربع مراحل. لو افترضنا أو زي ما احنا عارفين دايما هدف التداول من الأسواق بيكون إيه؟ بيكون الربح. هو ابتدى يشوف حركة صانع السوق، إن صانع السوق عاوز يقدر يشتري بأسعار قليلة ويبيع بأسعار عالية عشان يستفيد من الفرق اللي حصل في السعر، وده اللي اتبعه ريتشارد وايكوف وكون عليه نظريته اللي افترض فيها ان الاسواق بتتكون من اربع مراحل. اول مرحله هي مرحله الاكيوميليشن، واللي بيكون صانع السوق او الماركت ميكر فيها بيجمع اكبر كميات ممكنه سواء من العمله او السلعه، وبالتالي بيخلق حاله من الاحتكار بالنسبه للاداء الماليه دي، وبناء عليها ونتيجه الطلب الكبير عليها هترتفع سعرها بشكل كبير، وبالتالي تحولنا لمرحله المارك داون. لحد ما ترتفع الاسعار، الماركت ميكر يبدا يبيع كل الكميات اللي موجوده معاه، ودي بنطلق عليها مرحله الديستريبيوشن او مرحله التصريف. هو هنا تخلص من الكميات اللي معاه، وبناء عليه العرض بقى كبير لانه هو بيعرض كل الكميات، وبناء عليه لما يكون العرض اكبر من الطلب هتبتدي تتحول الاسعار الى الهبوط، ودي مرحلة المارك داون. إذا إحنا عندنا مرحلة التجميع، ثم المارك أب، ثم التصريف، ثم المارك داون. طيب أنا بقى كمتداول أعمل إيه؟ أحاول إن أنا أفهم المراحل دي وكيفية تكونها، وابتدي أتداول مع صانع السوق عشان أقدر أستفيد من كل التحركات دي. فببساطة هي نظرية تعتبر بسيطة جدا لكن ملمة بالسوق بشكل كامل.